اول حاجه فرقت في تطويل وتتقيل شعري هي الاويلز. فتعالوا اقول لكم انا بستخدم ايه بالظبط وامتى وبجيبهم منين. اكتر زيتين فرقوا معايا جدا هما زيت الافوكادو وزيت الروزماري. الاثنين بجيبهم من بيت الزيت لانهم مضمونين والكواليتي بتاعتهم حلوه جدا. زيت الافوكادو بيعجبني لانه بيعالج الشعر من القشره وبيرطب بشكل عام فروه الراس، فده بيخليني حاسه ان فروه راسي دايما ريفرشد كده وحلوه. كمان هو بيعالج الشعرايه نفسها من الدامج اللي بيحصل من الشمس والحر، فهو يعتبر زي سان سكرين كده او افتر كير للشعر. زيت الروزماري مفيش عليه نقاش، هو بجد حلو جدا وبيعالج الجفاف عشان هو بيزود في تدفق الدم في فروه الراس، فبالتالي ده بيخلي الشعر اصلا جديد يطلع، وكمان لو عندك تساقط بيعالجه تماما. بعمل حمام زيت لشعري مره واحده في الاسبوع، بحطه على فروه الراس زي ما وريتكم كده، وبعد كده بعمل له مساج بطراطيف صوابعي وبسيبه حوالي ساعتين وبعد كده بغسله. وبجد مش محتاجه اقول لكم الفرق، انتوا شايفين بنفسكم قد ايه في بيبي هير كتير طلع من الاول وجديد، وكمان الشعر القصير اللي كان عندي طول. واول ان اول شعري بقى شكله هيلثي اكتر واتقل واطول واحلى، وبصراحه ام سو براود بالجورني اللي احنا عملناها في شعري لحد دلوقتي. stay tuned عشان تشوفوا بقيه البارتس التانية وتعرفوا كل حاجه بستخدمها ازاي وليه وازاي بتفيد شعري. Thank you, bye.